نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله، ما أقصر أعمالنا وما أقل أيامنا في هذه الحياة، إلا أن من رحمة الله تعالى بنا أن جعل لنا مواسم نستزيد فيها من الطاعات والقربات، لنعوض بذلك قصر أعمالنا. منها شهر مغفور عنه ننبه اليوم عليه، إنه شهر شعبان. أيها المسلمون، إن لكل شيء عظيم مقدمة تسبقه وتمهد له، وإن شعبان مقدمة لركن من أركان الإسلام، إنه ركن الصيام. فإن شهر شعبان كالوزير أتى ممهد الطريق للسلطان والملك الكبير. ذاك هو رمضان. يقول ابن رجب في لطائف المعارف عن شعبان: صيامه كالتمرين على صيام رمضان، لأن يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل قد تمرن على الصيام واعتاده ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط. وتروي أم المؤمنين عائشة قائلا: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان، بل كان يصيره برمضان. رواه النسائي. يقول ابن رسلان شارحا: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصل صيام شعبان برمضان، لكن يفصل بينهما بيوم أو يومين يفطر، ليكون فاصلا بينهما، كما كان يصل رمضان بما بعده غير يوم العيد لقربهما من رمضان. أيها المؤمنون، إن لشهر شعبان منزلة عظيمة، فإنه كما قلنا توضئة وتهيئة لفريضة الصيام، وهو أيضا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. فقد سأل أسامة بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، لم أراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. فأجاب: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. متفق عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.